اهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنخزن ورق العنب كده مع بعض بطريقه سهله جدا ومنجزه. والطريقه دي بتاعتي مش ممكن ابدا استغنى عنها او اغيرها. انا جربت طرق كتير بس دي يعتبر افضل طريقه وكمان اسهل طريقه. الطريقه دي بقى موفره للوقت والمجهود، وطبعا انتي لما بتجيبي ورق العنب وبتعمليه في بيتك بيبقى افضل بكتير لما بتجيبي برطمانات جاهزه من بره. بتختاري الورقه البناتي الحلوه وهقولك على مواصفاتها وبتخزنيها ازاي، وكمان بتكوني متاكده من نظافتها وجودتها. تابعيني بقى في الفيديو علشان نشوف الطريقة. ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا معايا هنا كمية من ورق العنب، انا جايبة تقريبا النهاردة 2 كيلو. طبعا مش هي دي الكمية اللي انا بجيبها واخزنها، بس انا جبت 2 كيلو كده هعملهم معاكم النهاردة. وبعد كده هكمل بقية الخزين بتاعي. بصوا بقى، في ورق بتلاقيه موجود في السوق متربط بالشكل ده. يفضل ان انت تجيبيه كده متربط لان هيسهل عليكي مراحل تانية كتير. بس لو لقيتي الورقة حلوة وانا هقولك على مواصفاتها دلوقتي. الاتنين كيلو عملوا معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. انا بقى مش جايباه متربط، انا هعمله معاكم دلوقتي جايباه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهقسمه في مجموعات. الطريقة بتاعته سهلة جدا وانا هقول لكم ليه هقسمه في مجموعات. بصوا بقى، الورقة اللي انا بختارها بتبقى رقنقة كده وخفيفة ولونها اخضر فاتح مش غامق. وبتبقى كده، بصوا يا جماعة، لو طبقتها كده بايديا بتفرديها بكل سهولة ما بتتكسرش معاكي. لكن الورقة الخشنة اللي بيبقى لونها غامق وتيجي تطبقيها كده او تعمليها تضميها كده بين ايديكي تلاقيها اتكسرت. الورقة دي ما تجيبهاش خالص، بتبقى وحشة قوي. ولما بتحشيها بتلاقيها كده ما استوتش وطعمها كده مش حلو. بتبوظ لك المحشي خالص. فمهم يا جماعة تختاروا الورق البناتي في التوقيت اللي احنا فيه ده. انزلي هاتي الورق بتاعك وخزنيه بالطريقة اللي انا هوريها لك دلوقتي. انا جبت كده الورق وقعدت احطه كده فوق بعضيه، شايفين؟ وبوقف كده العناق. مش بقطع العناق ولا حاجه. خلي بالكم، انا مش بقطع العنق، انا سايبه العنق زي ما هو. في كل الورق اللي انا بعمله. اهو. بحط الورق كده فوق بعضه. سواء بقى ورقه كبيره او ورقه صغيره مش اي مشكله، خلي الكبير من تحت والصغير من فوق. طريقته سهله جدا وبسيطه وما بتاخدش اي وقت. وجبت كده استك، ممكن بقى تجيبي استك او تجيبي اي حاجه وتربطيه بالشكل ده. انا كده بجيب كيس من الاساتك بيقضيني 4 و5 سنين، بيقضيني وقت كبير جدا. لان الطريقه دي انا بفضلها وبحبها وبعملها من سنين. وعملت معاكم الفيديو ده قبل كده. وانتوا عجبكم قوي الطريقه، بس انا حبيت ان انا اكرره تاني او اعمله بنفس الطريقه تاني. عشان الناس الجديده اللي دخلت معايا. اهو شايفين انا عملت كل الكميه اهي. ما خدتش وقت معايا خالص. بحطه كده في مجموعات وبروح ربطاه. دلوقتي بقى انا هبدا ان انا اغسله. جبت كده ميه وحطيت عليها كده معلقتين 3 من الخل. وابتدات ان انا اغسله بالشكل ده. طب انت هتقولي مش مهم ان احنا نغسله، ده احنا هنخزنه على طول. لا 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 لا. لازم تغسليه. انا هوريك الميه دلوقتي هتبقى شكلها ايه. بعد ما اغسل كده كميه من ورق العنب. بتجيبي واحدة كده أو 2 أو 3 على حسب بقى الطبق اللي عندك، لو الطبق اللي عندك كبير. طبعا أنا بغسله في الحوض، مش بغسله على الرخامة خالص. في مية جارية كده. وبنزل بيه ورق العنب، وبفضل ان انا اغطسه كده كذا مرة. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هتلاقي المية بتاعتك كده اغمقت وبقت كلها تراب. وحتى لو ما فيهوش تراب ومتأكدة من نظافته، خلي بالكم يا جماعة، ورق العنب بيرشوه بيبقى مرشوش مبيدات. فلازم مهم جدا الخطوة دي لازم تغسليه. شايفين بقى المية بقى لونها عامل ازاي؟ هغيرها طبعا كل شوية وهغسل باقي الكمية. غسلت خلاص الكمية بتاعتي. ابتديت بقى اجيب الحلة وحطيتها على النار وغليت المية بالشكل ده. وحطيت معلقة كبيرة من السكر. وكمان عصير ليمونتين، ونزلت كمان القشر في المية. لان القشر بيدي ريحة حلوة قوي لان بيبقى فيه زيوت كده. بيخلي ريحة ورق العنب بيبقى حلو قوي وبيديله مزازة. وبنزل كده بورق العنب 1 2 3 زي ما يعجبك. طبعا ده هيوفر معاكي في الوقت والمجهود. شايفين انا نزلت 3 مرة واحدة. ولو عايزة تنزلي اكتر مفيش اي مشكلة. بتبقي ماسكاه كده. ومتحكمة فيه، ما بيبقاش بقى ورق فرط يفضل يجري معاكي بقى هنا وهنا. بيبقى مرصوص رصة حلوة قوي زي ما احنا رصين. ودي ميه بقى ميه ساقعه كمان حطيت فيها مكعبات من التلج. زي ما انتوا شفتوا كده. يعني انا بحط في الميه السخنه اللي فيها معلقه من السكر وعصير ليمونتين. وبطلع على طول على الميه الساقعه، ده بيحافظ لك على اللون الاخضر بتاعه. بيخلي لونه اخضر حلو قوي. وبتقدري تخزنيه سنه وكمان 2 بيبقى بنفس اللون ده. خلاص كده احنا طلعناه من الميه الساقعه اللي كان فيها تلج، هحطه كده في مصفى وهسيبه يصفي شويه. طبعا دي مش كل الكميه، بس انا بعمل معاكم جزء بسيط. بعد ما اصفى كده شوية انا برضو مش هستكفى بالخطوة دي. هاخد كده قطعة قطعة او واحدة واحدة اللي انا مربطاها بالشكل ده. وهبتدي ان انا اعصرها. لازم يا جماعة تعصروا المية من ورق العنب. لان المية دي بتتحول لتلج في الفريزر. والتلج بيخرم لي الورق وبيبوظه خالص. فلازم تاخدوا جزء جزء كده وتعصروه من المية.
وبصوا بقى في ثانية إلا ثانية هتقطعي العناء. يعني دي حوالي مثلا 30 أو 40 ورقة فوق بعضيهم، بقطع العناء في ثانية بالظبط زي ما انتوا شفتوا كده. وبمسكه بقى بروح كده تانياه وعاملة الجوانب بتاعته علشان ما يكسرش معايا في الفريزر، وكمان ما ياخدش حجم كبير في الفريزر بتاعي. بصوا بقى بقص العناء ازاي بالظبط في ثانية يا جماعة. بتقصي العناء بتاعته يعني حوالي 30 أو 40 ورقة زي ما بقول لكم، بتقصيها في ثانية بالظبط، مش عايزة أي حاجة. اهم حاجه ان ما تكونش في مجموعه الورق بتاعتك ميه خالص. بتحاولي ان انت تعصريه علشان الميه دي قلت لكم لما بيخش الفريزر بتعمل تلج وبتتني الحروف بتاعته، عشان ما تتكسرش معاكي وعلشان ما تاخدش مساحه في الفريزر. هعمل واحده اخيره معاكم برضو علشان تشوفوا الطريقه وتبقى واضحه بالنسبه لكم. بعصر كده الميه كويس قوي وبتاكد الورق بتاعي ناشف وبنطره كده نطره بسيطه. وبعد كده بقص العيدان زي ما انتوا شايفينها كده، بدل ما اقص عود عود لا انا بقصها كده مره واحده. يبقى انا بجمع الورق عشان يسهل عليا حاجات كتيره قوي. يسهل عليا غسيله، ويسهل عليا كمان حطيته في الميه السخنه، ويسهل عليا قص العناء، ويسهل عليا كمان لما باجي احشي بيبقى الورق قدامي مرصوص. لكن انا لو حطيته في الميه السخنه بتبص تلاقيه بيروح وبيجري يمين وشمال والورق بيكلكع معاكي، تيجي تحشيه بتحتاجي مجهود علشان ترجعي ترصيه تاني. اهو دلوقتي بقى خلاص انا عملت كميه كده، طبعا مش هي دي كل الكميه، انا بس بوريكي. جبت كده بقى اكياس تلاجة وهبتدي اخزنه بالشكل ده. بحط كل قطعتين فوق بعض كده زي ما انتوا شايفين. مش بحاول اخلي الكيس ليه ارتفاع كبير علشان ما ياخدش معايا حيز في الفريزر. هو خلاص مش هيبقى ليه ارتفاع لان انا طبقت الورق بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وفي الكيس حطيت 8 قطع بالشكل ده. حلو قوي كده. خطوة مهمة بقى جدا ان انتي تطلعي الهواء من الكيس بتاعك، ما تسيبيش هواء خالص. ورق العنب يا جماعة وانتي بتخزنيه ضد الهواء وضد المية، يعني تعصري المية كويس قوي وكمان تطلعي الهواء من الاكياس. هيعيش معاكي فترة كبيرة، سنة واتنين صدقوني. انا في سنين ما بخزنش وبستخدم من السنة اللي قبليها، بيبقى معايا تحفة. ولا بيتقب ولا بيخرم ولا اي حاجة خالص ولا بيدوب فيه ورق تطلعيه تلاقيه دايب منك. يبقى انتي ما اتبعتيش نفس الخطوات دي. الكمية بتاعتي انا عملتها وخلصتها. بصوا بقى كده الكيس مفهوش هوا خالص، الورق مفهوش مية خالص، طريقته سهلة وبسيطة. هحشي بقى بكل سهولة، يبقى الورق قدامي مرصوص وهيبقى سهل جدا. هتطلعيه حوالي نص ساعة بره الفريزر وبتبدأ تحشي بكل سهولة. بصوا بقى الكمية كلها هحطها كده فوق بعضها، واحطها كده في الدرج بتاع الديب. هتبقى سهلة جدا ومش تاخد معاكي لا وقت ولا اي حاجة خالص. شايفين بقى طريقته سهلة وبسيطة ومنجزة، ولو جربتيها هتخزني بنفس الطريقة دي كل سنة. انا بتمنى تكون طريقتنا النهاردة عجبتك، ولو عجبتك بقى ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.